صحيح خلصنا من بشار ونظامه، بس للأسف لسه مصر يذكرنا بحاله. من بعد التحرير لليوم أكثر من 250 شخص فقدوا حياتهم بسبب الألغام يلي خلفها النظام البائد، لتصير الحصيلة كاملة 3500 شهيد من بداية الثورة. الألغام مو بس سلاح حرب، هي غدر مخفي ممكن تكون بمكان ما بتتخيله، بأماكن عامة أو بأرض قريبة من بيتك، أو حتى مكان بتمشي فيه كل يوم، أو مكان بيلعبوا فيه أطفالك. لهيك الخطر موجود وكل خطوة ممكن تكون الأخيرة. اليوم 4 نيسان هو يوم التوعية بخطر الألغام، بس التوعية ما لازم تكون يوم واحد، لأنه الخطر موجود كل يوم. وسوريا بعد سنوات من الثورة والحرب صارت من أكثر الدول يلي فيها خطر وجود ألغام. لازم نكون حذرين ونعلم الأطفال ما يقربوا على أي أجسام غريبة أو يلعبوا بأماكن مهجورة أو غير معروفة. التوعية بهذا الأمر مو بس مسؤولية الحكومات، هي مهمتك ومهمتي، لأنه كل خطوة باتجاه الوعي ممكن تكون خطوة تنقذ حياة كتير أشخاص. وإن شاء الله تضلوا بخير.